الجزائريين اللي طالعين يقولوا لك ان المغرب ما عندوش ملاعب، وان المغرب غير مؤهل لتنظيم افريقيا، وان المغرب غير مؤهل لتنظيم كأس العالم، وان المفروض الجزائر هو اللي ينظم البطولات دي كلها. يعني الملاعب العالمية اللي في المغرب والملاعب اللي بتتأسس لكأس العالم والأندية والمنتخبات اللي بيجوا يلعبوا على الأراضي المغربية أو على الملاعب المغربية لأن ما عندهمش ملاعب زي المغرب أو ما عندهمش ملاعب مؤهلة، ده كله ما فرقش معاك. يعني كل الأندية والمنتخبات الأفريقية بيختاروا المغرب، ما بشوفش حد يختار الجزائر، ما بشوفش حد يقول لك أنا هلعب على الأراضي الجزائرية، الكل بيروح يلعب في المغرب، الكل بيروح يلعب على الملاعب المغربية، وانت طالع تقول ان المغرب غير مؤهل لتنظيم افريقيا. في الفيديو ده هفرجك على ملاعب المغرب الجميلة، هفرجك على اخر الشغل في المغرب او في ملاعب المغرب، الملاعب اللي بتتأسس لكأس العالم مش لأفريقيا، لا الملاعب اللي بتتأسس لكأس العالم اللي خدت تقييم عالي جدا 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 من الفيفا. وبوجه رسالة لكل الجزائريين، كفاية تقليل في المغرب. المغرب بلد عالمية، بلد متفوقة، بلد تقدم وتفوق وعدى الجميع بمراحل بشهادة العالم كله، انتوا بس اللي ليل نهار حرقان وشياط وكره وبغض وكل حاجة داخل قلوبكم، فبالتالي بتطلعوا تتكلموا على المغرب بالإساءة أو بعدم الاحترام. عايزك تعمل لايك، شير الفيديو في كل مكان، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. تعالوا بينا نتفرج على الفيديو ده وبعد كده نكمل كلامنا. مولات وفنادق فخمة مصنفة وغير مصنفة، حركة غير عادية هنا وهناك من أجل الاستعدادات لكأس إفريقيا أولا، وإلى العرس الرياضي الكبير اللي كيستعد ليه المغرب باش ينظم لنا كأس العالم. إذا متابعي الأوفياء، هنا بمدينة الدار البيضاء الأشغال منقسمة لجوج ديال الأقسام. القسم الخارجي اللي فيه التسييج ديال الملعب، وفيه الإنارة العمومية، وغيكون فيه البافي شو، وهنايا الزجاج راه بدا كيدخل ألمنيوم. وكاين عندنا واحد المجموعة ديال الأشغال المتفرقة هنا وهناك في هذا الجانب. كما كتشاهدوا غندوزو لكم من هذه الجهة شوية. الرياح اليوم جد قوية لدرجة أنها كتأثر على الكاميرا. في حالة الدوران غادي تركزوا معنا على الصورة، ونعتذر على هذه الرياح القوية التي خارجة عن إرادتنا. رياح جد قوية، جد 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 قوية اليوم بمدينة الدار البيضاء. وكانت درجة الحرارة في الليل قارصة، البرد كان واحد البرد. ملاعب ديال القرب، ملاعب شتوم جاو على الجنبات، ملاعب تدريب شتوم، ملاعب جات في واحد المكان ممتاز قريب للملعب. غنزيدو واحد شويه باش نشوفوا لي باسريل، القناطر اللي صوبوا هذوك الصغيورين، هذوك لي باسريل الممرات بحال الشكل ديال الفاس. وغادي نشوفوا فين وصلوا لنا في الكره وفي المدخل. هنايا المدخل داروا لي واحد المنظر، واحد الشكل هندسي جميل وقوي. كرة أرضية على شكل مثلثات من الألمنيوم، مغطاة بالألمنيوم، شكل فولاذي متين مضاد للزلازل، وبنية قوية. الهندسة المثلثات كتعتبر من أقوى الهندسات. جوج ديال المداخل متابعي الأوفياء كما كتشوفوا، الإنارة العمومية هنا وهنا 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 وهنا، وهادو كما كتشوفوا كاين عندنا المداخل بالمثلثات. تبارك الله ما شاء الله. غادي نزيدوا واحد شويه متابعي الأوفياء القنت اللي مليه باش تكون عندكم فكرة على الجنبات الأربعة: المنصة الشمالية، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، الجنوبية والغربية
وهذا هو المدخل اللي غيروه 360 درجة. فالملعب متابعين الأوفياء كيرمز لواحد المعلمة من المعالم ديال مدينة الدار البيضاء. هنايا تخرجوا وتدربوا لعابة عالميين ومشاو للعالمية ولعبوا في هاد التيران. هنايا ديربي ديال الرجاء والوداد تيتلعب هنايا، وكيكون هاد التيران مفخرة للكازاويين والناس ديال كازا. ان شاء الله الرحمن الرحيم في هاد التجديد اللي كيديروا، فالملعب غادي يتغير وغادي يعطي واحد الرونق وواحد الجمال. نضرب لكم واحد الدويره من الداخل، ندوز لكم شويه على السنسورات وندوز لكم على الدروج وعلى البلايص اللي غادي يكونوا والممرات، ومن تما كاينه تكون عندكم فكره عامه. ايها الطيبون الرائعون، ما تنسوش ديروا جيم. بارك الله فيكم فيما كنتوا داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجده حتى للصويره ومن طنجه حتى للقويره. القويره ملي كنذكرها متابعي الاوفياء فهي ان شاء الله الرحمن الرحيم المخطط باش غادي تكون منطقه سياحيه 100%، منطقه ممتازه. والداخله كما كتعرفوا متابعي الاوفياء يتم حاليا تجهيز منطقه تجاريه كبيره، ميناء، بكل ما هي حاجه من اجل التجاره او الربط مع بوابه افريقيا. وحاليا راه تنشا واحد الخط اكادير دكار، خط بحري، وغيكون خط اخر ان شاء الله الداخله دكار لتعزيز النقل وتفاديا المشاكل اللي كتكون واللي كيعانيو منها السائق المحترف المغربي. رجعوا لكم التيران، رجعوا لكم الملعب، رجعوا لكم الستاد، رجعوا لكم لهاد الايقونه الرياضيه الجميله. مؤخرا كان فريق جي تي ار وكان فريق سومي كوتراد. فريق جي تي ار اللي تكلف بالارضيه عاودها كومباكتا ورابوطا وقاد وصوب، ومن بعد رجع لنا العمليه ديال الاسفلت. العمليه الاولى ديال الاسفلت ملي كدوز كيجي المختبر وكيدي عينات للمختبر باش كيشوف. المغرب بلد عالمية، المغرب أفضل بلدان العالم حاليا. ناس كتير بتطلع تقول لي ان انت بتجامل المغرب وبتطبل للمغرب وبتهشك للمغرب ومش عارف ايه وكلام كتير كل يوم اسمعه. طبيعي يا جماعة، طبيعي ان احنا نسمع الكلام ده. ما هو لو ما سمعناش الكلام ده يبقى في مشكلة. طبيعي ان ناس تقول لنا ان انتوا بتشيدوا وبتطبلوا ومش عارف ايه للمغرب. طبيعي ان هم يقولوا كده. ما هو البلد الجميلة والمحترمة واللي دايما فيها تفوق وتقدم، دايما لازم تلاقي الكارهين على ناحية، لازم تلاقي الكارهين يقعدوا تتكلم كلمة محترمة على المغرب يطلع يقول لك انت بتطبل، تتكلم كلمة فيها خير على المغرب والمغرب يستاهل يطلعوا يقولوا لك ده انت بتطبل. طب احنا بنطبل لبلد عالمية؟ طب احنا بنطبل لبلد بسم الله ما شاء الله تفوقت على الجميع وتقدمت وعدت الكل بمراحل؟ احنا بنطبل لبلد الكل بيتكلم عليها؟ بنطبل لبلد اكتر بلد دخلها سياح في 2024 17 مليون و400 الف؟ بنطبل لبلد الاولى في السياحة والصناعة والرياضة؟ بنطبل لبلد ايه؟ طب احنا اعتبرنا بنطبل يا عم. يا ريت كل البلدان زي كده ونطلع نطبل ليهم. يا ريت الجزائر زي كده، يا ريت مصر زي كده، يا ريت تونس زي كده، يا ريت ليبيا زي كده، يا ريت كل الدول العربية زي كده، وهنطلع نتغنى ونشيد ونطبل ونعمل كل حاجة ليهم. انا بقول لك يا ريت، انا بقول لك كأمير يا ريت. ولكن سبحان الله دايما الناس دي هتفضل معانا ومش مفرقانا، مش هيفرقونا. الناس اللي دايما بتكره على المغرب وتحقد على المغرب هيفضلوا معانا طول العمر ومش هيفرقونا. عزيزي المشاهد، هو ده كان الفيديو النهارده. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكل اخواتي المغاربه المحترمين اللي دايما بيدعموني واللي دايما بيبعتوا لي رسائل محترمه. شكرا لكم من القلب.
ما تنساش في النهايه تدعي دعوه حلوه لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ان شاء الله بعون الله. شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.